وبركاته. شايفين العلبة الجميلة دي؟ علبة ايه يا ام اياد؟ علبة الحلوى اللي احنا عملناها في البيت يعني مش مكلفة ولا اي حاجة، بمكونات بسيطة جدا جدا. ممكن تشتريها برا غالية. شايفين جمالها؟ شايفين الاشكال والجمال؟ تعالوا نشوف احنا عملنا الحلوى البسيطة الجميلة دي اللي ممكن تلاقيها او ما تلاقيهاش الا في بيتك وبس. قبل ما نبتدي الفيديو نسمي ونصلي على رسول الله، وما تنسوش اللايك والكومنتات. وحبايبي اللي لسه داخلين جداد ما تنسوش تنزلوا تحت تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد من عندنا. عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عشان نعمل حلوة جميلة تفرح أولادك وضيوفك وتشرفك قدامهم في ليلة راس السنة. كل عام وأنتم بخير. عندي مقدار من البسكوت بتاع الشاي، أي كمية أنت عايزاها. هاخد البسكويت وهكسره بالشكل ده قطع صغيرة خالص. احنا كسرناه بالشكل اللي انتوا شايفينه، حتى لو اتفرفت احنا مش مشكلة، عايزينه يكون قطع صغيرة جدا. نسمي ونصلي على رسول الله. هروح على البوتاجاز احط في الوك زبدة او سمنة، اي مادة دهنية، بس انا بفضل السمنة الفلاحي او الزبدة. هسيحها بالطريقة دي. عندي قد نص كيلو من العجوة اللي هو التمر، ما فيهوش بذور خالص، خلينا البذر منه خالص زي ما انتوا شايفين كده. هضيفه على الزبدة، هضيفه كله على الزبدة بالشكل ده واهدي النار عليه. انا عايزة التمر بتاعي او العجوة ان هي تسيح معايا خالص. بمجرد ما تسيح معايا وتشوفوها عملت كده نطفي النار على طول. انا مش عايزة احرقها عشان لو استوت جامد هتنشف لو بردت. فكده حلو قوي. شايفين انا اخدتها ضربتها في الكب عشان انا عايزة انعمها جدا. دلوقتي هفضي التمر او العجوة على البسكويت اللي احنا كسرناه. نسمي ونصلي على رسول الله. دلوقتي بعد ما ضفنا التمر هاخدهم كلهم هخلطهم ببعض بالطريقة دي. بسم الله ما شاء الله، يجعلها عام سعيد عليكم جميعا. شايفين بقت عاملة ازاي؟ عجينة خالص لينة معاكي، تقدري تشكليها زي ما انت عايزة. هعمل ايه بقى؟ انا هاخد قطعة قطعة واكورها زي الكور. عندي سوداني انا طحناه بالشكل ده، هحط فيها الكورة اللي احنا عملناها. شايفين الجمال؟ شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ حاجة كده اخر حلاوة، هتفرح الاولاد وهتفرح ضيوفك. هعمل كمان واحدة كان قدامكم وهكمل انا. شايفين؟ وهحطها في السوداني. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ حاجة كده فاخر من الاخر. هكمل بقية الكمية. شايفين الشكل الجميل؟ احنا خلصنا شوية بالشكل ده، وهعمل كمان شوية بالفرماسيل. شايفين؟ حاجة اخر حلاوة واخر طعامة. شايفين شكلها جميل ازاي؟ حاجة تفرح الاولاد وجميلة قوي في الحفلة اللي هتعملوها. شايفين شكلها؟ ودي عملناها بالستريبس بتاع الشوكليت. وكده خلصنا الكمية الحلوى الجميلة بتاعتنا ولفيناها في ورق بتاع البونبوني وحطيناها في علبة كانت متوفرة عندنا. تقدميها بالشكل ده. شايفين جمالها؟ بسم الله ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.